أنصح في هذا المقام نصيحة أرجو الله عز وجل أن يعظم النفع بها، وهي العصاة المضيعون المفرطون المتهاونون في طاعة الله، من خير ما يرشد إليه ويوصى به أن يدعو لنفسه، أن يكثر من دعاء الله أن يهديه، ينصح بهذا. يقال له مثلا أكثر من هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني. يقال له هذا دعاء مختصر ألفاظه جمع لك الخير، أكثر من هذا الدعاء، أقبل على الله بقلبك وأكثر من هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني. ماذا قال الله هنا؟ استهدوني أهدكم. استهدوني أهدكم يعني اطلبوا مني الهداية، أرشده إلى هذا الطلب، علمه أن يطلب من الله حتى يستشعر العبد ضعفه وفقره إلى ربه أن يهديه، لأنه في هذه الحياة تسلطت عليه أمور من جهات. نعم، تسلطت عليه أمور كثيرة من جهات، الشيطان من جهة، والنفس من جهة، وقرناء السوء من جهة، وفتن الدنيا من جهة، سلطت عليه أمور كثيرة، فهو في غاية الضعف، ولا عاصم له إلا الله، ولا مخلص له من ذلك إلا الله. فخير ما يرشد إليه الدعاء، يوصى بالدعاء ويقال له يا فلان أكثر من سؤال الله الهداية. اللهم اهدني، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اسألك الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. هدايا كثيرة في هذا المطلب، فيرشد إلى ذلك. ومع إرشاده إلى الدعاء يقال له أيضا: وجاهد نفسك، أتبع الدعاء بالمجاهدة. فإذا جمع بين الدعاء والمجاهدة للنفس هدي بإذن الله. الله جل وعلا قال في هذا الحديث: استهدوني أهدكم، هذا في السؤال. وفي المجاهدة قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.